إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأمر دست بدكين بشرح كردني زانستيك لزانستكاني تفسير كبريتيا لأصول التفسير لسر كتابي لباب التحرير في أصول التفسير كأصلي كتابك التحرير في أصول التفسير دان راوي دكتور مساعد الطيار ومختصر كشي دكتور عبد الرحمن المشدة إن شاء الله دست بدكين با شرح كرني أو كتابي ككتابة شي زور جنين كالزانستي أصول تفسير وهتاوكو يعني لبرت ساوتان روم بيتن زانستي أصول تفسير زانستيكا كمؤلفات دا زور كما دتوانين أجر بيتو وصفة شي كرتي بكين وكو يعني فكرة شي عام لسر بقرين أصول تفسير وكو أصول فقه وايا وكو أصول حديث وايا كما بيدرن مصطلح حديث فأصول تفسير تأليف تيدا متأخرة وشي أصول فقهية أصول فقهي لقرني يعني دوام سيمي هجرية كتاب مان هي وشي رسالة إمام الشافعي زوراني ديكا لا كتاب كاني أصول تفسيري وعفو أصول فقهي وأصول تفسيري تطاني برين بشكل لأصول فقهي وبهاي شيورش يعني بشكل أصول تفسيري بيوندي بعلم حديثي هي بلام يعني أساسا يعني علمك زياتر ربطي لقى أصول فقهي هي كمبستكتي دا تيجيشتنا لا قرآني بيروس فإن شاء الله أورو درسك دخين وبيناسي علمك دكين أو كتابي لبردس معنا بيناسا وتاريخي أو علمي هم تدايا هلا فصل كم دس بيدكين الفصل الأول أصول التفسير تعريفها وتاريخها فدكتور زياد فرمو. المبحث الأول تعريف أصول التفسير. الأصل في اللغة أسفل الشيء، والأصول في العلوم هي الأسس التي يعتمد عليها علم ما بحسب إضافته إلى علم من العلوم. والله الأصل في اللغة طبعا لركو أنا مؤلف هستا با شرح كردني كلمة أصول التفسير يكن زار بناسي أصلي كرديا كأصول جمعي أصلية أو دواش بناسي تفسير مانلو لك دواش بناسي أصول التفسير مانلو لك بيكوا أصل للغة عربي واتا بنتينا ياخذ بنوي هرشتشي ولا اصطلاح جدا كدريتنا الأصل في العلوم يعني لإصلاح زانيا طبعا للغة لغة أصل بمعنى أسفل الشيء ديتن وده لقرآنش بمعنى هاتي أصل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يعني رقكي لناو زوي تسباوة والأصول في العلوم لرؤي اصطلاح شولا يعني لا زانستكان لكن علماء هي الأسس التي يعتمد عليها علم ما يعني أو بنتينانية كهر زانستك اعتمادي لسردكات بحسب إضافته إلى علم من العلوم فأصول تفسير أو بنمانية زانستي تفسير اعتمادي لسردكات أصول فقه أو بنمانية يعني فقيه اعتمادي لسردكات لكاتي تيجيشتن لا ذي لكاني قرآن يأخذ أحاديث كاني بيغمبري عليه الصلاة والسلام بله. والتفسير من مادة فسر ومعانيها تدور حول الكشف والإيضاح والبيان. وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. والمفسر هو
المبين لمعاني القرآن. أحسن الله إليك. التفسير من مادة فسر، يعني تفسير لا فسر يفسر التفسير، ومعانيها تدور حول الكشف والإيضاح والبيان. يعني تفسير بواتاي لروي لغة بواتاي كشف كردن يشتكي كمثلا واضح نبيتا، ياخد رون كردنوا، ياخد يعني تعبير كردن لشتكي با نمونة، ياخد بجزئي أو بابتين. فبشيازة شيء علمي كلمة تفسير لروي لغة بمعنى يعني بمعنى كشف وإيضاح وبيان ديتن، بلام لا اصطلاح ذاك أو مهمة كيك أو من بيش يعني إيش من بيدا بيتن دريتن بيان معاني القرآن الكريم. يعني زانستي تفسير بريتيلا رون كردنوي معاني كاني قرآني بيروس. فليرك أنا زور مهمة فرق بكن لبين تفسير لروي معناه لغويكي لجر لروي معناه اصطلاحكي. لروي معناه لغويكي مثلا لكتبي متقدمين دبينين مثلا درين كاكا أو فلان عالمة فسر كتاب سيبويه. معناه فسر كتاب سيبويه يعني شرح كتاب سيبويه. شكال لروي لغة بمعنى شرح وتفسير لجنيزيكا، بلام لروي اصطلاح وزعناه زيادة التفسير يعني تايبت كرديا بقرآني، وشرح الشان تايبت كرديا زيادة بأحاديث كان بيغمبري صلى الله عليه وسلم لقر أمثال وأشعار كتبي زانه. فأو فرق هي لبيني معناه لغوية كي لقر معناه اصطلاحي كي. معناه اصطلاحي كي قلت مان بريتي لا بيان معاني القرآن الكريم. طبعا لو تفسير شيء دطانين برين مختزلة، دطانين برين يعني كرتا، دطانين برين يعني تعريفها شيء جامعي مانعنية لا بابتي تفسيري لبلو زانان يعني بناسي زوريان هي لو تفسيري وكو يعني وكو علم وكو اصطلاح. يعني أما نزيكي تقريبا بينز تعريف مان هي له تفسيري كمشهورة لكن زانا طاين هندك شان ور بجرين ليركوانا أجر دكتور يارمتي مهم ده لا عندك لتعريفه كان. طبعا تفسيره كان تعريفه كان بناسه كان لو زانستي تفسيري تعريفي أبو حيان أندلسية صاحبي تفسير البحر المحيط. تعريفي إمام زركشي مان هي لكتابي برهاني. تعريفي جرجاني مان هي لكتاب تعريفاتي. لقيت تعريفي طاهر بن عاشور كخاون كتابي التنوير وتعريفه. لقيت تعريفي زرقاني. فما لو تعريفانا بابين تعريفي أبو حيان أندلسي والبقرين دريت علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها وأحكامها ومدلولاتها أحسنت وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك. نعم، وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب. التركيب نعم. أو بناسي بيشوا أبو حيانيا لو زانستي تفسير نك أصولي تفسير. زانستي تفسير كقطمان بريتيا لبيان ومعاني القرآن. ليركو أنا تفصيلي زيادة دايتي تاوكو أما فكرك مان هبيتن لسر فكري زانستي تفسيري دري علم يعني تفسير بريتيا لزانستك كتيدا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. يعني حتى شوازي نطق كردن بقرآني كعلمي تزويد وقراءات جدا قرتوا، لكن أبو حياني بشكل علمي تفسيري لبلو أو كسيكنات واني نطق بقرآن بكا بشوازة صحيح من باب أولى ناتوانيتن لمعاني كان تيبقى لبلو يكلاش تمهي مكان كزور مهمة لزانستكاني قراءات ولا زانستي تزويد لك نخوان بيدا قلت تزويد بخوي علمي أداء كوقف ابتداء لقال لوقف ابتداء مشارزان بين ناتانين لا معاني كاني قرآني بزواني تبقي. فلكن أبو حياني
حتى شوازي نطق بقرآني بشكل لزانستي تفسيري. طبعا أو تعريفه اختلافي لسلا أو كاستعمى باسي لكن كترجيح لكن أو كزوني زانين لسلا علمي قراءات وعلمي أداء بشكنية لا بناسي تفسيري. راستا مفسر زاري وهي بيوستي بيدا بيتن زور علمي تكشف كمفسر بيوستي بيدا بلا ماكو اصطلاحنا قرب ما علمي تفسيري علم شيء جواز بكين ولا علم كان ديكا بشكنية لو عملية ك أما إشباب بيدا بيتن ماكو زانستي تفسير بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية. أحكامها الإفرادية يعني مثلا أما كلمة كمان هي لوري لغات سو حكمة هي وسو معناها هي وكو مفردة كلمة كي وردقرين يعني مفسر بيوستي بويكا لمفردة كي كلمة كي تيبقاتن وكو يعني وكو كلمة شي مفرد يعني وكو جملة وكو آية وكو سياق وكو أسباب نزول. والتركيبية أو حالتي إذا قلتو كباس ما كركا بريتيلا سياق آياتكي والسباق آياتكي بهمان شيء أسباب نزول ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب طبعا أو معناه كدمانداتي لحالتي تركيبي يعني لحالتي أو كلمة لنا أو جملة ولنا أو آياتها سمعنا كمان ذلك كلمة معناها قربت لقاموسي تماشى يمكن لقاموسي عربي معناها شيء هي كالقرآن بمعناه شرطني بكارات بي لكن بمعناه شكا بكارات بي فحالتي إفراد وتركيب زور مهمة لكاتي تماشا كردني يعني زانستي تفسيري ما بستك ليركوانت سيا ما بستك كمان ليركوان أوه ك يعني زانستي تفسيري زانستك ك بريتيلا بيان معاني القرآن الكريم. طبعا تعريفات كمان هي والله متى تأخير نبيل تعريفات شكرت وردقرين باب زين لو تعريفي سدريتن تعريف إمام زركشي دري علم علم يفهم به عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه. تعريفك إمام زركشي دطاني بدين تعريفه شيء جامع مانعني لسر اصطلاح مناطقي لسر اصطلاح زاناني منطقي لبروي باسي تيكر يدري علم يفهم به كتاب الله تعالى أو باسي ثمري علمي تفسيري كرد يعني زانستكي بثمري اشتكي ببرهم اشتكي بيناسا كردية دلو زانستي أما تيدقين بيلا كتابي خواهي پرودگار كقرآن فهو يعني برودكت يشتكي ثمري يشتكي كأما استفادة لعلمي تفسيري لكن أما أكو تعريف دطاين برين لو شويني رادس بيدك كذا فرمتن بيان معانيه واستخراج أحكامه فتفسير بريتيا لكن إمام الزركشي لا بيان معاني كتاب الله تعالى واستخراج أحكامه أو أحكاماني كلا قرآني ده هاتي لا آياتكاني أحكام فأو تعريفي إمام الزركشي أجد دي قلبنا إمام الزركشي باسي نطق بآياتكاي نكده باسي وقف ابتدائي نكده باسي تجويدي نكده فهو علماننا يعني داخلي علمي تفسيرنا بيوكو تعريفي إمام الزركشي. بهماش تعريفات كمان هي تعريفات الزانيان طبعا هم يا معاني كان يعني ليك نزيكا نعم تعريف جورجاني والبقري توضيح معنى الآية وشأنها نعم وقصتها والسبب الذي نزلت فيه.
بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. الصواب في كلمة دلالة هو الدلالة، أليس كذلك؟ نعم، دلالة ودلالة. نعم، تمام، هذا هو التعريف. تعريفي جرجاني رحمة الله عليه بيتن فرميتن زانس تفسير بريتيا لتوضيح معنى الآية وشأنها. يعني ديسان هاتين وسر أويك بيان المعاني. بيان المعاني هو يعني الذي يتفق عليها يعني تعريفات أهل العلم. بيان معاني القرآن يعني تفسير بريتيا لبيان معاني القرآن الكريم. هم تعريفات كان أواني كور ما قلت تعريف أبو حيان أندلسي وتعريف الزركشي وتعريف جرجاني هم إلى سروي متفقا كبيان معنى الآية بشكل زانس تفسير يأخذه زانس تفسيره. أما إضافات كان كباز دكين كاستام مثلا للقرآن دريتن وشأنها تدقرتوا مثلا فضائل آيات كي دقرتوا مثلا مكي مدني دقرتوا إلى آخره وقصتها يعني أو مثلا بسرهاتك آياتك اللي دابزي يعني أسباب نزولك والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. تفسير كردني أو آياتي أو معناك بلفظك لفظك آسان تربيتن لوما بنسبة ما باش لبروي القرآن بلغة عربي برز دابزيا جاري وهي زانان هر نفسي مثلا مشكي تفسير ده كان با يعني وشكي آسانتر فلا قرآنش مشتك معناه بيدرن غريب القرآن. غريب القرآن سي أو ألفاظ زحمتانية كمثلا بنسبة قرني دوام مسيمي هجري فما فوق يعني لكنها غريبة قلنا لكن عربي أوائل لكن صحابي ولكن تابعين لكن يعني غريب نبوه سكول فازان رجانا لجاني رجانا مكاريان هنا والله لكن ما عندك كلمات هي مثلا لكنما غريبة يعني لكنما بس ما خومانية وبس ما أهل علم يعني والله لكنما هرنا غريبة لكنما هر يعني هريتنا عجينا بروي يا كم زمان من عربيين يدومش دورين لعلوم عربي. فأوى تعريفي جرجانية وتعريفي طاهر بن عاشور هردخين ما دكتور هالمستحز لكي بس بكوخين نولو تاندخين ما تسكا يكرز تقريبا إيوي دلتن اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن. طبعا لسان طاهر بن عاشور متفق لقر تعريفه كانت كدري اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع. تعرف أنا إن شاء الله دتانديني أو يبيش رانا قابل نستوى دتانديني إن شاء الله باختصار أو توسع. لسان طاهر بن عاشور متفق لسرويك تفسير بريتيا لبيان معاني ألفاظ القرآن. تعريفي الشيخ زرقاني ماني صاحب كتابي مناهل العرفان في علوم القرآن. طبعا يكلا كتابة طبعا بلين قولتين كتاب كلا وكو حزم وكو توسع لعلوم القرآني كتابكي زرقاني رحمة الله عليه بيتن لو كتابي دفرمية علم يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد. تفسير ذا بريتيا لعلمك يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد من حيث إنه يدل على المراد بحسب الطاقة البشرية. بحسب الطاقة البشرية اللي كان قيد شلو دانا ده التفسير بريتيا لا تيجيشتن ياخد بحث كردن لأحوالي قرآني أحوالي قرآني مكي ومدني دقرتوا مثلا ناسخ ومنسوخي دقرتوا هم بابتان دقرتوا كبيوندي بأحوالي آياتكية بهمان شوا من حيث يدل على المراد بحسب الطاقة البشرية يعني يرون كرنوي أو ما بستيك أخوي برجار سبحانه وتعالى لو آياته هيتي بحسب الطاقة البشرية. طبعا ليك أنا قيدي زياد كلا تعريفة كانت كنيا برو يوم طبعا بابا تشتكي زارينا ما نقول تعريفاتك عم سينا سري بلا ماكو مختصر بيتان بلين عندك آيات مان هي مثلا لطاقة بشرية مثلا تيجيشتن لي وعندك آيات هي زانان عمدا خوض يعني تدانا كردي وش مثلا آيات الصفات
آيات صفات خواهي قوله سبحانه وتعالى هم فرق كان باتفاق وباختلاف يعني وكهيتيان خوضيان لا دقائق صفات خواهي قوله نكرديا أو إمرار يعني كرديا معنى كان إثبات كده أصلي معنى يكي والتفاصيل كان شيء إمران يكي لك ومذهب أهل السنة والجماعة ياخذ التأويل يعني كرديا معنى كان بمعنى أشكال لك دايتوكا لو مفهومة أما خدي يعني كنهي صفات خواهي قوله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو فهو بو تعريفي مثلا أوش طبعا درهنا كمثلا أو إكزانان تفسيري عن كرديا فهو بابا زور مهم بو كبزاني تعريفاتي تفسيري زانان مثلا بهر يكو بنوعج تفسيري كردي هر يكو بنوعج تعريفي كرديا بلا هم متفقين لسر أو كتفسير بريتيا لبيان معاني القرآن الكريم فأو جملة كليرك وأنا نشرها على كتابك وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم أو لطانين برين باشترين بيناسيا لو تعريف كردين زانسي تفسير بيناسش آسانة وزائدا اتفاقي لسرة وزائدا استا يعني بعض لكن لأثناء مثلا مصادر كان لو ما رون دبتوه كمثلا عندك شتيه كمثلا بشك لزانان بيدرين تفسير بلام تفسير نية رون دكين إن شاء الله باوتان لكاتي أوكي والمفسر هو المبين لمعاني القرآن مفسرش أو كسيك هردستي بو ريكاري بو بروسيسي كا رون كرنوي معاني كان قرآني دكات فرم وأصول التفسير هي الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن وتحريره للاختلاف في التفسير. أحسنت. نعم. استهاتي نسر تعريف كردني أصول تفسيري. طبعا أصول تفسيري استعدينا نسر بابتي تاريخي بلا ماكو تعريفي أصولي أو بنتينا علميانية كمفسر لكاتي لو بروسيكا تازا باس ماكر كقوت مان بريتيلا بيان معاني القرآن الكريم بابي أو تعريفاني كباس ماكر مثلا إمام أبو حيان باسي علمي أو يكرديا كقراءات يعني مفسر لكاتي مثلا تفسير كرني آيات شي قريت وصر قراءاتي أو آياتي زانان كو قراءاتي يعني كرديا مثلا لقراءاتي زاري واهي مثلا لوقف ابتداء اختلاف معناها كمثلا لسر آيات شرادة وستي معناها كيدا قورت فأو قرانوي أو مفسري أو بريتل أصولي تفسيري فأما الأصولي تفسيري أو شرطانة دخينين كمفسر بيوست بقريت وصل مثلا علمي قراءاتي بقريت وصل مثلا علمي مفرداتي مثلا لغي بقريت وصل مثلا أحاديث بيغمبري صلى الله عليه وسلم زاني آية بيغمبري صلى الله عليه وسلم حديثي هي درباري أو آياتي أقوال صحابة والتابعين فقرانوي مفسري لو كاتي كهردستي بو بروسي أو بيدا قوتريتن أصولي تفسيري طبعا فائدة سيا استعلم كان فائدة كي باز لكن نرى معرفتها نعم ومعرفتها تقي المفسر للقرآن من الخطأ في الفهم تقي بمعنى الوقاية يعني مفسري دباريزي أجرت كابرا أساسي نبيتن بناو كبيتن كابرا هي ديتن قصيلة القرآن دكا تفسير درسي دادن إلى تفسيري بلام أساسك نية بقرأت وسري هرتسي بمشي دابتن دريتن لقديم ديانجو عندك كسخة وديانجو هرتسي بسيار ديكر با لكنوي نازانم نية هرشتا شلو بيتن دريتن فأو كأنوع يعني كساني كمثلا أصول تفسيري نازانا يعني توشي غلط دم لبروي تكنية كوقاية بكاتن لا تيكاتن لو غلطاني كزور شائعة وتمكنه من رد القول الضعيف فما دونه بأسلوب علمي بلى ففائدة أوي قلت مان دي باريزي لا خطأ لقول باطل وبهمان شوش لا ردانوي قولي ضعيف يعني مجرد علمي تو بأصول تفسيري دطاني قول شيء ضعيف رد بكيو بتصرتي دكيو بويك قول صح كيد زاني فاتوقع قول صح كد زاني والدليل كان لسري هناك أو قول الصحيحة توماتي قولك بلانبري كضعيفة كدليل لسرنيا لكن مخاطبي دردكوي ضعف يعني بهزيج تداهية. وأهم مسائله ثلاثة. الأولى مصادر التفسير كولا فصل دوم ديخين مصادر التفسير كبينز مصدرة. الثانية الاختلاف في التفسير كوش لا فصل تارم ديخينين. الثالثة قواعد التفسير كوش لا فصل بينزم لو كتابي ديخينين. وقواعد التفسير نوعان
أولها القواعد العامة وثانيها قواعد الترجيح. در قواعد تفسيري دو باشا. القواعد العامة قواعد عام أو كمثلا هم آياتك بيستي بيدبيتن كامل تفسيري مثلا لقرآني دقرين وسر تفسيري قرآني لو قرآني دو دقرين وسر تفسيري قرآني بسنتي أو قواعد عامة هم آياتك بيستي بيدبي ودو من شتش كدريتن قواعد الترجيح. قواعد الترجيح كان جيش ما بيدبي كاته اختلاف دروس دبي لسر تفسيري آياتك شي أما تسن قاعدة كمان يتسن بنما كمان هي أقررت سايو بكين دتوانين تعامل لقل أو اختلافي بكين تبقين لو اختلافي كروي ده كم شت سبب بكيتيا دومش بزاني كامل قول راجحة كامي مرجوحة. طبعا أنا همي لا بدور درجي لفصل آخري أو كتابي تيدا داخلين إن شاء الله بنمونوش. والغرض من أصول التفسير أمران متلازمان. الأول معرفة التفسير الصحيح المقبول، والثاني معرفة التفسير الضعيف أو الباطل ومعرفة كيفية رده. ده فائدة علمي أصول تفسير ياخذ غرضي أصول تفسير كما استهاتينا أو كتابي دخين. طبعا أو كتابة مختصرة أو كو سرتاك لونجو دبي أنجو مثلا بقرن وسر كتابة كاينديك أو همتي هبيتنو بردوان بلا السر علمي دبي بقرأت وسر كتابة كاينديك وبهمان شوش دبي بقرأت وسر كتابة كاين تفسيري. يعني عندك شت هي كمالي دا ترسي مثلا عندك كتابة تفسيري هي لكن نوعا ما بفيو دستي لنادين إن شاء الله لو خلال خينوي أو كتابة مختصرة وما اللي ذكرتن كمان بقرأ سر أصلي سرساوة كان يعني بقرأ سرساوة أساسية كان وكو مثلا تفسير طبرية تفسيري مثلا ابن عطية تفسير ابن أبي حاتمي أو كتاباني كمثلا مستعمل ولكن زانيان أما بتجيشتن من لا لو زانستي ديطانين بقرأ سر أو كتابانا وتعامل لقل يمكن وبزانين كل خينوه أو كتابانا. فغرضك لو علمي معرفة التفسير الصحيح المقبول باشا زاري وتفسير من هي الصحيحة بلا مقبول نية صحيحة لروي لغة بلا لكو اصطلاحها مثلا لروي اصطلاح تفسيري مقبول نية. والثاني معرفة التفسير الضعيف أو الباطل فرق لبين ضعيف ولبين باطل. الباطل هو يعني المخالف للنصوص أو كمخالفي خدي نص كان كذا خدي آيات كان كذا بلام الضعيف ذكري مثلا معناه كريتيب تيتن بلام معناه كهو نبي مرادك نبيتن فأمليك أنا ممستما أو تبين لمرادي خواي برجار سبحانه وتعالى. وهذا فرمتن ومعرفة كيفية رده يعني بزانين تسون أقوال باطل يأخذ أقوال ضعيف ردك يعني أقوال ضعيف تضعيف ذكري وأقوال باطلش إبطال ذكريت. المبحث الثاني طبعا المبحث الثاني استباسي ميجي أو زانستي دكين آيات شيء كم كست لو زانستي كتابي نسيا. المبحث الثاني تاريخ أصول التفسير. مرت مسائل أصول التفسير بثلاث مراحل. الأولى أصول التفسير في الآثار النبوية وآثار السلف. نعم. الثانية التدوين الضمني. الثالثة التدوين المستقل. تاريخ أصول تفسير طبعا أصول تفسير استابا نمونا باز دكين كبسي مرحلة داتسو مرحلة كميان لا أصول تفسيري تن بنمايا قشتي لأحاديث كان بيغمبري صلى الله عليه وسلم إشارتي بإدراية بهمان شيء لآثاري زانياني سلف زانياني صحابة وتابعين لكاتي تفسير كردنيا لو تن آياتشي كمثلا رخنيا ليجيري ياخد بسياريان ليكرايا قاعدة كان باس كردية بنمايا كان باس كردية كأو بنمايانا يعني بشكل لزانستي أصولي تفسيري. الثاني التدوين الضمني طبعا باس مانكر كلا كتابة كاني أصولي فقهي يعني زانيان تطرقيان كردية لو زانستي أصولي تفسيري بهمان شيء ولا كتابة كاني علوم القرآني كأويش بهمان شيء يعني التصنيف تدا متأخرة ما عمليون دريج باسي هندك لا مباحث كاني أصولي تفسيري كراية. الثالثة كأوي مرحلة استايا تدوين المستقل يعني كتابك كتايبة با زانستي أصولي تفسير بيوندي با علوم قرآنية بيوندي با مثلا علوم قراءاتية كتابك تايبة بتفسيري تكلا علوم قرآني لكتابك كان علوم قرآني مثلا كتابي إتقان إمامي السيوطي أجر تماشاب كينه لو كتاب مثلا باسي أو إذا كان مثلا القرآن كود زمع كرايا عدي آيات كان كوباس كرايا أو تفاصيلنا أما إيش ما فينا بالأصول تفسير لبروي بحثي ما لدو معانيه
لدو مباحثي دي كنية بەڵام لە علومی قورآانی هەموو شتێک کە پەیوەندی بە قورآانی هەبیتن مەسەڵەن ئاەتە بە شەو دابەزیان بە ڕۆژ دابەزیان لە علومی قورآانی لە کتێبەکانی علومی قورآانی باس کرا ئەو ئاەتە لە مەکەی دابەزیان لە مەدینە طبعا ئەوە لە ئوسولی تەفسیری ئیشمان پێ دەبێتن ولا علومی قورآنیش ئیشمان پێ دەبێت فمەبحەثێکی مشتەرەکە لە کتێبەکانی علومی مەسەڵەن قورآانی باسی قراءات کرا ئەمە لێرکوانە باسی قراءات ناکەین مەسەڵەن قراءاتی إمام عاصم فرقي تلقى قراءة مثلا نافعي إلى آخره فليلكو أنا أبابتانا مهمة أمدرش بيبكي لمرحلة يكم كمرحلة أويك لا أحاديث كان بيغنبري صلى الله عليه وسلم يعني لك آثار كان باسي أصول تفسيري كراية بس بشيدات سوا يعني سي قسمة آثار نصت على مسائله بلي الثاني آثار أشارت إلى مسائله الثالث آثار يستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء. بالي نمونية كم مثال القسم الأول آثار نصت على مسائله يعني آثارك مان هي كبنص بدق باسي قاعدك لقاعدة كاني أصول تفسيري كلية. مثال القسم الأول بالي ما رواه ومثال القسم الأول ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت عليه فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل ألي هذه قال لمن عمل بها من أمتي. لرواية الشاتية ألي هذه خاصة فقال عليه الصلاة والسلام بل هي لمن عمل بها من أمتي. فقلت ما مرحلة يكم استا أقسام كان ليركوانا يك ودوسي هل يكون نموني لسلاتيا أما يكسلاتي نسا نمونا كان شرح معنا كله لبلو يدري بالمثال يتضح المقال بنمونا بابتك زيادة واضح تبي لقسمية كم ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه طبعا حديثك واضح له تام كم وكرديا يعني واضح لك انت بل أن رجلا أصاب من امرأة قبلة باشا كاوك أصاب من امرأة قبلة يعني توشي بابتك شبوة كحرام بوا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له باشا هاتك بيغمر صلى الله عليه وسلم فقال له إني فعلت كذا وكذا فأنزلت عليه آياتك دابزي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل نيجا كانت بربابك طرفي النهار يعني طرفي النهار صلاة الفجر وصلاة العصر أو طرفي النهار وزلفا من الليل المغرب والعشاء إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يعني تاكا كان خرابا كان لا دبن ذلك ذكرى للذاكرين أو آتك يعني وكو معناه شيء كواضح وكو رنكنوي معنى فقال الرجل أو كابلا يقوتي آية أو آيات أو حكمة تنهالوا من ألي هذا خاصة فقال بل هي لمن عمل بها من أمتي. لو حديث يمت قاعدة شوردقرين لأصول تفسير أن آيات الأحكام ليست خاصة بما أنزلت فيه أو استفادة لكن لو آيات أحكام أو آياتان كحكم اجتداء أو حكمة تايبت نية بوكسي كآياتك لسري دابزية ياخذ بوسر دمي كآياتك تيدا دابزية خلافا للعلمانيين والملحدين الذين يقولون أن القرآن يعني صار جزءا من التاريخ وهذه الأحكام نزلت لذلك الوقت ولا تلزمنا فأوي كاستفادة لكن لو آياتي لو حديثي عفوا كآياتك باسكلية كآيات أحكام تايبت نية بوكسي لسري دابزية درباروي هاتية إن الحسنات يذهبن السيئات لهم كسجة لهم لو توشة ولو صحابة كان جبا لو تابعين جبا إلى قيام الساعة بالك فهو استلو حديثي سدلت بيغمر عليه الصلاة والسلام حديثك معنى بيغمر صلى الله عليه وسلم بصريحي باسي بابته شيء أصول تفسيري كده دليل من عمل بها من أمتي هل كسك إيش بيبكى وآياته شمولي لكات أو كخرابة شي بكرد باشا يتساكت شكل بدنيتي أو خرابة لسلا برواتن شمولي لك شمولي لك يقينا
وحديث شمانه كبنص باسي كده بدق باسي كده كأو حديثه. مثال القسم الثاني كآثار أشارت إلى مسائل. طبعا آثار بس ما كلام لا نخبة الفكري لا أصول حديث قلت ما آثار حديثي دا قرتوا أقوال الصحابة دا قرتوا آثار أحاديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم دا قرتوا وأقوال الصحابة دا قرتوا أقرتش لكن فقهاء زيادة آثار مبستيان في أقوال الصحابة. بلام نيركو أنا مؤلف بهردو شي يعني باسي كده بهردو معناه كوية كم حديث شي مرفوع على بيغمبر عليه الصلاة والسلام. ومثال القسم الثاني ما رواه الطبري. ومثال القسم الثاني ما رواه الطبري عن أبي بشر قال قلت لسعيد بن جبير ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام؟ قال هذه السورة مكية فكيف يكون عبد الله بن سلام؟ قال وكان يقرأها ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب. نعم هذه قراءة سعيد بن جبير. نعم هذه قراءة سعيد بن جبير. طبعا لكم أنا استأثرك من هي وكو إشارة باسي قاعدك ياخذ أصل شكل له أصول تفسيري أويش أو كإمام طبري لتفسيري رواياتي كردية لا أبو بشر كبسيار لا سعيد كوري جبير لك. سعيد كوري جبير شيء دي ناسي أما دبي زانا بيتن كلو كتير باسكرا بيتن دبي عالم بيو وعالم مش بيجي تفسيري. سعيد بن جبير روي كلا عراق بو وحجاج كشتي. بله سعيد بن جبير هو يعني يقيل أنه أفضل التابعين وهما مع سعيد بن المسيب كفرسي رهان. سعيد بن جبير هو تلميذ ابن عباس طلبي إمام ابن عباس وخالي رازي بيتن. فسعيد بن جبير يكلو كساني كلزانس تفسيري آثار كان كروايات لذكرية يعني معتبرة ولبروا إلى طبقي تابعين ولبروا عالم ولبروا كخصيصا طلبي ابن عباس ابن عباس كان من أعلم الصحابة بالتفسير. لزاناترين صحابة كان في غمبي صلى الله عليه وسلم بزانس تفسيري ابن عباس بو أو طلبي سعيد بسياري لذكا دربارة آياتي ومن عنده علم الكتاب لسورة رعد كأخوي برجال سبحانه وتعالى آيات آخر آيات لسورة رعد كأخوي قال سبحانه وتعالى دفرميتن سبحان الله آياتك لومنا استا بلام دفرميتن أجر شكو جمان تان هي لو قرآني لو وحي كامل في هاتيمة فاسأل الذين دفرميتن ومن عنده علم الكتاب يعني بسيار لو كسانبك علمي كتابيان لكنا كأهل كتاب كبني إسرائيل كواني بيش أمتي ما كوحيين لدابزية أو طلبي سعيد بسالي لك دري آم بس بي عبد الله كوري السلام. عبد الله كوري السلام طبعا يكلا أصحاب كاني بيغمبري عليه الصلاة والسلام لكاته يزداد كني بيغمبري عليه الصلاة والسلام لو مدينة عبد الله كوري السلام مسلمان دبي قصي مسلمان بني عبد الله كوري السلام دزان يعني رواياتي بكين وباسي بكين. عبد الله كوري السلام طبعا يكل أحبار أهل الكتاب يكل زاناني يهود كان يهوديا في المدينة كذا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بسيار دكاتن ده بيغمبر عليه الصلاة والسلام تم بسيارك لبيغمبر دك عليه الصلاة والسلام كبيغمبر عليه الصلاة والسلام والله من ذاته مسلمان دبيتن فبيغمبر دريتن عليه الصلاة والسلام دري يستعمل إعلاني مسلمان بوني خون بكن يا اليهود قوم بهت قوم بختان كرن دلين أو كابريا نزع نابوا ندش ناسين كابريا سفيه بوا جوجك ولا ما أتفير ليك اليوم مسلمان بوا قلت بيش أي مسلمان بانجان كيركوانا لين برسبزان أمن شيبو كبيغمبر صلى الله عليه وسلم عبد الله كل سلام للناس لو كاتي فبيغمبر صلى الله عليه وسلم بانجان دكا قومي عبد الله كل سلام بان دكا دريتن من هو عبد الله بن سلام فيك يقولون عالمنا وابن عالمنا وكبيرنا وابن كبيرنا دريو كابرا زانا مانا وكري زانا بابش هر زانا بو وقورا مانا وبابش قورا مان بو فبيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمتن فكيف إذا أسلم فقالوا قولة رجل واحد سفيهنا وابن سفيهنا ليك لحظة قول إخوان قوري وعبد الله كري سلامش هات دريو وشايتماني هنا
خی گەورە لێ ڕازی بتان عەبدوڵای کوڕی سەلام یەکە لەو سەحابانەی کە مژدەی باشت پێدرایە یەک لەو حەدیثانەی کە هاتیە لە صەحیح بوخاری دەربارەی عەبدوڵای کوڕی سەلام کە دەرێ شەوەک لە شەوەکان خەونم دیت و خەونم دیت کە من لە بەهەشت تێمەوە دەستم بە حەڵقەچی گرتیە بەرز دەبمەوە لە ئاسمانی کە بەیانی دادێتن لە پێغەمبەری عەلەیهی سڵات وسەلام خەونەکەی باز دەکات پێغەمبەر سەڵڵاهو عەلەیهی وسەلەم لۆی بەو نوعی تەفسیر دەکاتن خەونەکەی بەو نوعی تەویل دەکات لۆی کە ئەتوو لە ئەهلی بەهەشتی فەوە حەدیثە نەسە لەسەرەوەی کە عەبدوڵای کوڕی سەلام یەکە لەو سەحابیانەی کە مبەشەرن بەباشت طبعاً سەحابانەی کە مبەشەرن بەباشتی چەند کەسن بەس ئەو دە کەسەنە زیاترن مەتەن ثابتمان هەیە بیلالمان هەیە خەدیجەمان هەیە إلى آخری زۆرانش کەمە لە سەحابە هەیە کە مەسەلەن عەبدوڵای کوڕی سەلاممان هەیە کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم مژدەی باشت پێدا بەڵام عەشەرەی مبەشەرە لە یەک حەدیثیاتینە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بەنەس لە یەک حادثەی لە یەک واقعی هەر دە کەس مژدەی باشتی پێدان بێنەوە سەر ئەثەرەکەی کە ئیشارەتی دایە بەز یعنی بە ئەسڵێک لە ئوسولی تەفسیری کە لە کاتی تەفسیرکردنی هەر ئاەتەچی دەبی ئەحوالی ئاەتەکەی بزانی ئێستا وەکو معنە ومن عنده علم الكتاب عەبدوڵای کوڕی سەلام كان عنده علم الكتاب لە وەڵامدا بەڵێ بەڵام لۆ سەعیدی کوڕی جوبەیر ڕازی نەبووە ئەو ئاەتەی تەفسیر بکە بە عەبدوڵای کوڕی سەلام لەبەرەوەی سەعیدی کوڕی جوبەیر ئاگەی لە ئەحوالی ئاەتەکەی هەیە کە ئەو ئاەتە مەکیە لە مەکەی دابەزیە پێش ئەوەی عەبدوڵای کوڕی سەلام موسڵمان بیتن فخوای پەروەردگار سبحانه وتعالى کە مخاطبەی ئەهلی مەکەی دەکات مخاطبەی مشریکان دەکات کاتی دابەزینی ئەو ئاەتەی کە پێیان دەرێتن ئەگەر شک و گومانتان لەو ڕیسالەتەی هەیە بڕۆن پرسیار بکەن لە ئەهلی کتاب لەو کاتێکە من عنده علم هێشتا عەبدوڵای کوڕی سەلام موسڵمان نەبووە چۆن پرسیاری لێ دەکرێتن وزائیدن لە مەدینەیە وزائیدن نایناسن فأحوالی ئاەتەکەی ئەو یاسایەکە وەردەگرین يعني معرفة أحوال الآية قبل تفسيرها أو أصلا يعني ورمان قلت له أثري أو كأصلك الأصول التفسيري فهذا فرميتن سعيد كوري جبير ده فرميتن هذه السورة مكية فكيف يكون عبد الله بن سلام فرازين بوكا آتك التفسير بك بعبد الله كوري سلام وكان يقرأها طبعا سعيد كوري جبير صاحب قراءاتي لابن عباس ولا مجموعك لأصحاب پیغمبر صلى الله عليه وسلم والقلت بلام قراءتك لو من روايات نكره ولا قراءاتي يعني متواتر نية فهو اللي كان كباسك وكان يقرأها ومن عنده علم الكتاب يعني لا كان خواي بارورغار سبحانه وتعالى علم الكتاب طبعا معناه آتكي دقوريت يعني من عند الله أو كاي تفسير كشي دقوريت حسب قراءات تفسير آتكانيش دقوريتن بلا ما كباس بانكر ليركوانا لو ما مهمة نسينا ناو تفاصيل علم قراءاتي أو أثر وكو أثركي بيش أخوي مثلا صريح نية أثركي بيش أخوي صريحة واضحة بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي لمن عمل بها من أمتي أو أثر وكو إشارة وكو نشاندان إشارتي بوا أصلك لأصول كان تفسيري ده ومثال القسم الثالث ترجيح الطبري في معنى الإناث من قوله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أنها الآلهة التي كان يعبدها مشركو العرب من دون الله ويسمونها الإناث من الأسماء كاللات والعزى ونائلة وما أشبه ذلك لأن الأظهر من معاني الإناث في كلام العرب ما عرف بالتأنيث دون غيره. استعلى أو بشي السيم قطمان آثار يستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء. عندك أثر من هي كمسائل أصول تفسير وردقري مثلا باستقراء ديركو عن القسم السيم ترجيح إمام طبري له معناه إناث كلو آياتي كأخواي برغار سبحانه وتعالى فرميتن كلباسي مشرك كان إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ما معنى الإناث في هذه الآية كأخواي برغار سبحانه وتعالى فرميتن أو أنا هاوار لا لبو ميكان دكن لبو إناث دكن ما بس بيتسي لو إناثي ما بس بي نخير ما بس بي أو آلهتاني بناي ميكرين بالي ما بس بي أو آلهتاني كمشركاني عرب بناي مي وشي لات قوتري على كلمة الله والجيلة العزة قوتري على كلمة العزيز والجيلة وهكذا
ونائلة وما أشبه ذلك. لأن الأظهر من معاني الإناث في كلام العرب ما عرف بالتأنيث دون غيره. يعني لكن عرب الإناث كلمة إناث أجر بيت بمجردي بيتا ما بس في يعني ما عرف بالتأنيث، يعني اسمع عرف بالتأنيث يعني شرطني حقيقة ميبيتا. أما لا عربي ما هي لا من شمسي ولا من قمري أو لو أنثى بكاردي أو لو بكارديتا فهوش ممنوع يعني. نواز ما نسي ليركوانا الأظهر من معاني الإناث في كلام العرب ليركوانا أما قراينو سرشتشي استقرائي أو لفظية ما كل لكن عربي. طبعا أنا استقراء ما نكري إمام طبري استقراء كي كرديا كقرايته سر كلامي عربي قرايته سر الشعر كان قرايته سر أشعاري زاهية كان دي تي كإناث بمعناي بكارديتن فتفسير آياتك كله بمعنى أوش ليركو أنا قاعدك ما عند ذاتك بيش أويت تفسيري هر كلمة هر مفردات القرآن يمكن دبي استقراء أو كلمة يمكن لا معاني كلام العرب يعني نابيك معناي وربقرين معاني كانت كإهمال بكين دبي هم معاني كان وربقرين وبظاني كاما معنى زياتر غلبة زياتر بكارديتن أو يما وستي آياتك طبعا دبي مراعاتي سياق وسباق وأسباب نزول آياتك بكين بالله. وتنقسم كتب المرحلة الثانية إلى طبعا لو باس ما كر مجموعات. قلت ما أو أصولي تفسيري لا تسهاتية لا أحاديث ولا آثاري هاتي يعني أجر بيتون مرحلة كان باز بكين أجر قلمك حبيتن ليركو أنا عفوا بس أما أصول تفسيري للسور ذقني أما قلت ما أصول تفسير كتاب تيدا بمتأخري يعني مثلا مؤخرا كتاب ليدا نسرات استبعد ذكين لمرحلة سين بلا مرحلة كم أصول تفسيري للسور ذقنين لآثاري آثاري طبعا سدقرتوا هم مش تشي دقرتوا كبسند روايات كرابيتن أو ذا حديثي مرفوع به ياخذ أقوالي صحابة وتابعين وأتباعهم باشا مرحلة كم لو آثارنا أصول تفسيري وردقرين يعني مثلا أكتب أنا كيستانوس أو أنا كدراسي مثلا رسائلي ماجستير ودكتوراه قرأنا وصل مثلا كتاب كان حديثي كتب الستة بخاري مسلم أبو داود ونسائي إلى آخره أقوال الصحابة والتابعين إلى مصنف ابن أبي شيبة ومثلا سنن كبرى بيهقي مثلا أكتب عنك أقوال الصحابة زور تدايا بهمان شيء أكتب كان تفسيري كأقوال الصحابة والتابعين زور تدايا تايبت با تفسيري مرحلة دوام مان هي أخينا دكتور تنقسم كتب المرحلة الثانية كتب المرحلة الثانية إلى 4 مجموعات. الأولى مقدمات المفسرين لكتبهم. طبعا قوى مرحلة كم برقم لدابني أو مرحلة دوم المرحلة الثانية أيش صار بشيء ألف مقدمات كتب التفسير. الثانية بطون كتب التفسير. بطون يعني تسا يعني أصلا هنا يكتبك هناك أو بيش تشكي أو خد يكتبك هي كتب التفسير بالله كتب علوم القرآن. كتب علوم القرآن لا علوم القرآن سكتبك ما هي تازل زور باس ما كرت البرهان للزركشي بالله. نعم. الرابعة كتب أصول الفقه. الرابعة ألف باء جيم دال كتب أصول الفقه ومن أنفسها الموافقات للشاطبي. نعم على رأي المؤلف. مرحلة السيمان هي نعم. وأبرز كتب المرحلة الثالثة مقدمة في أصول التفسير. مرحلة السيم الإركان والبقرين رقم سي أو بيداغوتي مرحلة
تدويني مستقل يعني كتاب معناه أو زاري ببي أو يسر الشو بتصين بخوم عم قرن كتابة كان أحاديثي يعني كتابة كان تفسيري ياخذ أو نوع كتابانا كتابك بصادي وبصاكاري نسرع أصول التفسير عاتينا سردما شيكا أصول تفسيري نذاكر ولا أصول فقهي لا أصول حديثي لا علوم القرآني لزان استكاين ديكا كمين كتاب شهيت مان لا لو مرحلة أصول التفسير للشيخ الإسلام حتى بانو من كان بازنا كين بس كان بنوسين التدوين المستقل تدوين المستقل ما شاء الله فكرة شي عام تام وقل لسر أصول تفسيري كابتسن مرحلة داتسو مرحلة كم كتمان خدي آثار كان مرحلة دوم مقدمات كتابة كان تفسيري مثلا إمامي مثلا لون منا ابن كثير كتامشا دكي لا مقدمة كي مقدمة شي باس كده بيش أو تفسير كي يعني تفسير بكاتم بيش شي كتابة كي باس كده باسي أصول تفسير كده كو بقارنه سر مثلا أقوال الصحابة والتابعين دعاء زاري بطول كتب التفسير لنا بطول كتاب التفسير مثلا الإمام الطبري زاري آيات تفسير ذكاك خلافي لسره ليقرأ جملة شي باز ذكا لو جملة كقصي خويتي بيوندي بأصول تفسيرية مثلا دريكاك أجر بيت اختلاف من دروس بيدبي أو حالة يبكي باش أود دبتا أصول تفسير لبيت سنزار دوباره دكاتو بامان شيء ولا كتابة كان علوم قرآني هندك بابت معناه بيوندي بأصول تفسيرية لا أصول فقه بامان شيء باس لا أصول تفسيري ذكرت سكا أصول تفسيري أصلا اعتبار ذكري ببشق لأصول فقه سكا فقيه بيستي با أصول تفسيري دبيلو تيجيشتن لآيات أحكامي سكا أحكامي لسر حلال وحرامي لسر بنياد دندريتن لبروي فقيه كاتك فتوى دا كاتك علمي داخليتن بيستي با أصول تفسيري دي فأصول تفسيري اعتباري ذكريتن بشق لأصول فقه بلام استا لمرحلة سيم جدا كرايته بتاني داخين ديتن وطبعا أوش فائدة زيادة لبروي أو كسيك أصول تفسيري بتاني داخيني زيادة تركيزي لسر دبيتن وزيادة متمكن دبيتن لا زانستي تفسيري بله بله تنقسم بله دريتن مقدمات المفسرين لكتبهم وتنقسم كتب المرحلة الثانية إلى 4 مجموعات. الأولى مقدمات المفسرين لكتبهم ومنها مقدمة مقاتل بن سليمان. طبعا سليمان غلط لكنا من نظام لكنا غلطي كده لروي أو نسرع سلميان نعم ساعتش كانوا لكنا خوتان سليمان طبعا مقاتل بن سليمان لصوت بنزاهي زي وفاتي كده نعم زاناتش خراسانية لأتباع تابعين طبقية أتباع تابعين حساب ذكري كتابة شيء لتفسيري كتابة شيء مستعمل ولكن زانا حتى إمامي طبري استعمالي كرديا أقرتش مقاتل لروي حديثه كابرياتي ضعيف هو لحديث روايات كني كابرياتي ضعيف والله أما يعني بيوندي بان بوينيا كابرياتي ضعيف ولا رواياتي أما وصمان با علمي تفسيري علمي تفسيري كلا علمي تفسيري كابرياتي متمكن بوا وكتابة شيء لتفسيري كلا قديم ترين كتابة كان تفسيري كبدس مانجيش بيتن كتابة كي مقاتلي كوري سليمانية طبعا بالمناسبة كمين كتاب كتصنيف كلابي لتفسير كتابي شيء؟ تفسير ما وكو كتاب يعني وكو كتاب ابن أبي حاتم ما تدري صحيح سنة فاتك كده ابن أبي حاتم طبريش هلاوي نيزيق بو أدي أو مقاتل من سليمان جماني آثار خركتو بيشوي بكتاب وموجود جا كتابك طبعا يكمي كتاب كهما بيتن لتفسيري مصنفي ابن جريجة كتفسير ابن جريجة عندك لزانا عندنا أصلا يكمين مصنفة لإسلام يكمين كس كتابي نسيبي وكو تصنيفة علمي للزلد وزلدي ابن جريجة لمكي أيش لدور بري سطو اشتشي زي وفاتي كرديا بله ويحيى بن سلام وابن جرير الطبري والراغب الأصفهاني بله أنا هم يعني لتفسير كان يعني بيش أو بسنا خدي تفسيري بيشتشاني لبيشتشكاني وان قواعد أصول تفسيري موجودة فهركس جدا طايم قريت وسر كتابانا كتابي زور ساكن بتايبتي مقدمة ابن جرير الطبري بهمان شيء مقدمة راغبي أصفهاني طبعا راغبي أصفهاني كتابة شيء لتفسير نايتسيا مفردات نية كتابة شكيه مفردات تفسير نية غريبي قرآنية كتابة شكيه هي تايبته بتفسير التفسير يعني أو مقدمة هي مقدمة ويندر باسي أصولي تفسيري كرديا
طبعا ليركو أنا باوتكي بما خوش باسكين هل باسي راغب ماكر إمامي أبو حيان لمقدمة تفسيرك بيناسي تفسيرك لدريت نسدر ونبدأ برسم لعلم التفسير فإني لم أقف لأحد من علماء التفسير على رسم له در بابت بيناسي زانستي تفسير بكين فمن نمدي زانايك لزانايان بيشا من بيناسي زانست تفسيري كربيتن طبعا هو درين أبو حيان يا ما درين أتونا ديتي والله معناه ونيا كنبيتن طبعا أبو حيان مغربية آل أندلس ومصنفات أهل مشرق همين أندلس يعني كتاب مشاهير معناه مثلا أهل أندلس هيس معلومات يعني لسر نبو فهو يقلو كارانيه كمثلا أقدار نبين يقلو شتانا كباز ذكري كدرين إمام ابن حزم سنن الترمذي لكن نبو كباس الترمذي كلي قلت كابريتش مجهولة طبعا لقرني تندمش لقرني تعلم بين زمان ابن حزم هو كاركي أوي كدريت لرسم لعلم التفسير فإني لم أقف لأحد من علماء التفسير على رسم له درين لون منا راغب أصفهاني لمقدمة كي باسي بيناسي علمي تفسير كي أما باس ما نقر باس بينس بيناسي ما نقر بيناسي كي راغب ما نهينا بلان راغب يجوا ماشي أو محاولة كردية كفرق بين كلمة تفسير وكلمة تأويل بك كوش بيناسك حساب دكي له زانستي تفسيري الثانية بطون كتب التفسير باس ما كر قلت لبطون كتب تفسيري قواعدي تفسيري وردقري مثلا استعلق وانا لبشي كم كباس ما كر أثرك ما هنا أو يساعدي كوري جبري أو لبطني كتابي تفسيري درهاتي أو نمونية باشا. الثالثة نعم. الثالثة كتب علوم القرآن وأوسعها في ذكر مسائله البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي والزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي. طبعا البرهان هو أول كتاب صنف في علوم القرآن. البرهان في علوم القرآن للشيخ بدر الدين الزركشي وهو كتاب نفيس يعني فيه نقولات جيدة جدا. إمام السيوطي هستا اختصار برهاني كردوا بقلم يخوي. طبعا السيوطي معروفة بأنه أوتي حسن التصنيف يعني إمام السيوطي رحمة الله بيتن بوين ناس رياكا لكاتي تصنيف كرني كتابي لكاتي تقسيم كردنو كرد كردنو أو يعني علم الشيزور تسام مجلدات كدو لكاتي هيك مجلد أو يعني بهريها ورحمة الله بيتن. برهان هستا باختصار كرني إمام السيوطي وزياداتي خو اجتهاداتي خوش لنا ودانا فإتقان دطاني برين نسختي مطورة لكتابي برهاني باشا. هيتمان مناهل العرفان شيخي زرقاني رحمة الله عليه ايش متأخرة لك شيخ زرقاني. هيتش مع الزيادة والإحسان. طبعا الزيادة والإحسان مضمونه وبظن بواخران طبع كلا نظم أقدار نيمة بلا مخطوط بتاع آخرانا ابن عقيلي مكي رحمة الله عليه. الرابعة كتب أصول الفقه ومن أنفسها الموافقات للشاطبي. طبعا كتاب كان أصول الفقه باسي زانستي أصول تفسير يعني كتير هل يكم كتابي ككتابي رسالة إمام الشافعية لأن الباسي عندك مباحثي كردية كيوندي با تفسيري هي لأن الباسي كردية بهمان شيء مثلا كتاب ماني لأصول مستصفى إمام غزالي ماني كوا محوري كتاب كاني أصول فقهية حتى إمام ابن قدامة شيخي حنابلة رحمة الله عليه بيتن لروضة الناظري روضة الناظرة طايم برين يعني هالمستصفى بلان يعني بتامشي حنبلي باجتهاداتي مذهبي إمام أحمد رحمة الله عليه بيتن. لمستصفى بهمان شيء ومستصفى إمام غزالي باسي أصول تفسيري كرا لا مسودي آل تيمية كمجد الدين بن تيمية وبابي شيخ إسلام وشيخ إسلام خوي عندك مباحث تداء التحرير لو كتبانا همي مباحث أصول تفسيري تداهية. وللكو أنا مؤلف دريت ومن أنفسها كتاب الموافقات للشاطبي. طبعا أبو إسحاق الشاطبي هو رجل مجتهد من أهل شاطبة في الأندلس أندلسية إمام الشاطبي رحمة الله عليه بيتن خلط الشاري الشاطبي كتابي موافقات لقر كتابي اعتصام يكلا نازدارترين كتابة كاني أصول الفقه وموافقات لكن دريت ومن أنفسها كتاب الموافقات لبروي براستي كتاب الموافقات كتابة شي نازدارة ومباحث زور مهمة تدايا ودقيقة يعني شاطبي بوي معروفة كاستدراك لسزانا عندي كدكاتن بلام كتابش كمان هي
لا أصول فقهي كيكلا كتابة هرمي مكان بيشوا أبو المظفر السمعاني لا أصول فقهي ناوي كتابة كان ببيرنية بلام كتابة شي مشهورة إمام السمعاني شافعية أو بيش إمام غزالي بو وكتابة كيوش زور لمستصفاي متقنترة وخالية لمباحث أهل كلام يعني شافعية أثري ورحمة خالي بيتن وكتابة أصلا ردك لو يكل بيشواي كان مذهب إمام أبو حنيفة أبو زيد الدبوسي أصلا يا سمعاني وتعقب كردني أو كتابي وبيان كردني أصولي فقهي لكن أهل حديث بيان كردني أصولي فقهي لكن أهل حديث أهل حديث هم يدقرتوا إمام شافعي إمام أحمد ومالك وهم يندقرتوا أنا هم مدرسة أهل حديث حسابا رحمة الله عليه قواطع الأدلة في أصول الفقه نعم طبعا كتابي زور إمامي سمعاني اصطلامي هي كتابي زور كتابة كاين زور طبع نبون وزور متداول نبون لكن علماء وشي مستصفى إمامي غزالينية مستصفى أو ندي شرح لسكرية أو ندي اختصار يعني أو محوره حتى إمامي غزالي كتابة كان خوي رحمة الله عليه محوره لا مذهب إمام الشافعي أو أنا كباشي هاتينا زور استفادة ليكردي حتى أهل مذاهب كان ديكش لبرودو باري لكن وديسان إمام غزالي كابرايش يعني مخلص بوا وكابرايش عالم بوا وكابرايش بوا مصنفات كان بهمان شوا يعني متقن بوا يعني أيضا كان ممن أوتي حسن التصنيف فزاري وهي عالمك هي علمي زور بيه بلام لا مصنفات علم كان بدرناكي دبيني مرتبني يا مثلا ليك دورة بمباحث كان ياخذ دريج دكاتوشتي خلق طاقتنا فأنا هم دور دبينيتن لا شهرت كردني هر مصنفتي وخذي نفرك جاء نفرك بخوي مشهور بيتن زيادة الخلق مثلا كتابة كاني اهتمام بيدا بخواي مقاهم كتابة كاني مقاصدي هم إلى موافقاتي وجيرة أصلا علمي مقاصدي كلا سر دايما بتاع علمك بتاني وشي أصولي تفسيري هم إلى موافقاتي وجيرة يا زول بان أصلا باب اشتدات تعيبة مقاصدي مقاصد بشكل أصولي فقهي بشكل مطورة يعني كابلا باجو إتقاني علمك عندك أفضل مقاصدي تيدك بله. وأبرز كتب المرحلة الثالثة مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية والفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي أحسنت. ولبعض المعاصرين مؤلفات في أصول التفسير لمرحلة في موضوع من مواضيع لمرحلة السيم طبعا أنا مثلا كتابك معنا هي لا زانستي أصول تفسير كتايبة بيبا أصول تفسير لو أنا دري مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية لطاني أو مؤلفي الشيخي بكم مؤلف دابنين لزانستي أصول تفسيري وكو تاريخ وكو أقدمية الشيخي كلا حفصته بستواشتي هزري وفاتي كردية بلام ليركو أنا اشتكي زور ميمة أماجي بيبكين كشيخ أو كتابي ناولنا بأصول التفسير شيخ إسلام تيمية طبعا كتابة فتواك ياخذ قاعدة كشيخ نسيتي بخوي ناوي لنا أصول التفسير مقدمة في أصول التفسير أو كناوي لنا أو كسي كنشري كردي لا صالاني بنزاو شيستكاني قرني رابردو الشيخ محمد جميل الشطي شيخ محمد جميل معروفة يعني يقلا علماء معروفة كان دمشق لعائلة الشطي عائلة حنبلي معروفا يعني أبا عن جد مذهب الإمام أحمد يعني نقل كردية أو كاستا يكتبك شيخي يعني طبع كردية ناوي لنا مقدمة في أصول التفسير فوكو ناو دطاني أكتبه مستبعد بكين كأكتبك معنا ببناوي أصول تفسير دطاني أكتبه مستبعد بكين أقدتش وكو مضمون وكو ناوروك تايبة يعني بيوندي بأصول تفسيري أصلا لأولي حتى آخري أصول تفسير أكتبه والله طيب بين ويا كمين كتاب كناي أصول تفسيري هاتبيت ومؤلفك بخوي داينابيت ناوكي الفوز الكبير في أصول التفسير للشيخ أحمد ابن عبد الرحيم الدهلوي الشهير بولي الله الدهلوي طبعا ولي الله الدهلوي عالمة هندية لا صالي هزار سطو حفتا وشش يزري وفاتي كردية خلشي
ئەوەی بووە ئەو شارێک ئێستا پێدەگوترێ دلهی ئەو کات پێدەگوترا دلهی ئێستا پێدەگوترێن نیو دلهی ینی پێش پاشیان کردی بەڵام قەدیم دهلەوی بووە دهلی بووە نەک دلهی ئێستا ئەگەر لە خەریتی تەماشا بکەینێ ئەو ینی ئینقلابەی تێدا ڕوویدایە طبعا دهلی شارێکە لە شارەکانی هند خەڵکی زۆربەی موسڵمان بووە تا احتلالی بەریتانیە طبعا الشيخ ولي الله أو لقبتي ولي الله كما مثلا هيتمان لكن خمان تقي الدين جمال الدين مثلا أو لقبها ولكن متأخرين أيش لقبي ولي الله ورحمة خالي ناي أحمد ابن عبد الرحيم أدل طبعا عالم شي قوري وسفري كرت حجاز لو بلسناني علمي حتى مكة ولمدينة ماتوا تنصال لمدينة ماتوا وعلمي أسانيديش لكن متأخرين همي بطريقي الشيخ ولي الله دهلوي دادس يعني منبعي أسانيدي طبعا برين علمي روايات وعلمي أسانيدي لكن متأخرين شبه منقطع نار كامل منقطع إلا لهند ولهندش همو فضل كذا قريته ولا أو كابرايا رحمة الله فأو كابرايا أو كناي ناسيتا يكلا مجدد كاني متأخرين يكلا أو كساني كإمامة رحمة الله بيتي أو كتابي كباسي لكن الفوز الكبير في أصول التفسير أصلي كتابك بفارسي نسيا طبعا عالمة مصنفاته هي بلغة عربي مصنفاته هي بفارسي ومصنفاته هي بلغة خوان بلغة أردي كلغة تكرر بيني عربي وفارسي فولي الله رحمة الله بيتن لو كتابي باسي ويكرديا أو أصوله أو بنمانه كجمع كرديا أجر بيته طالب علمك سندها صال كتابه كان تفسير بخينتوا ولكن المفسرين كان درسي بخينتن بونوعي أو قاعدة بدس ناينك أو مثلا جمع كرديا لو كتابه زور نفيسة وكراية عربيش ومطبوعشة فطبعا برين يكمين كتاب كبيتن علمي أصول تفسيري جداكر بيتو لا أصولي فقهي طبعا برين أو كتابي شيخ أحمد ابن عبد الرحيم الدهلوي رحمة الله بيتان هيت ما كتابة شتكا الإكسير في أصول التفسير أيش مؤلفة كي هندية صديق حسن خان القنوجي صاحبي الدرر البهية كتابة زوزو المشهورة لا هزار سياسة حفتي يزري وفاتي كردية متأخرة يج عالمة متأخرة أو كتابة كراية عربي هر عالمة معاصري خوي كرديتي عربي بلام نسخة عربية كي أبدا استمنكت هر نسخة فارسية كي موجودة وكتابش كشمان هي بهمان شوا يعني لمتأخرين باز لكن وهتا بقينا يعني صالاني سلو بانزايا كان حتى رسائل دكتوراه ماستري كدستي بيكر بس أو مرحلة إذا كان ككتاب مانع يعني كتابه كان أوندا كامل لأصول تفسير بدز دج ميردرين يعني استاك باس ما كان مقدمة كي شيخي الفوز الكبير الإكسير في أصول التفسير رسائل في أصول التفسير للشيخ جمال الدين القاسمي جمال الدين القاسمي مش معروفة تفسير شيء هي محاسن التأويل لا زالوا سياسات السيدوي وفاتي كردية وكتابة كشمان هي عينا أيش بامان شيء تايبة بأصول تفسيري مؤلفة كي زور معروف نيا بلام عالمة زور متمكنة ويعني تمنى من وكو عالمة لكن أو زيلي معروف بيتن نايو كتابكي التكميل في أصول التأويل للشيخ عبد الحميد الفراهي أو ما مصطفى يوسف زور بارديناسي كيف بيدت يعني دراسي كتابة كاني كرديا وزور متحي دكاتن محاضرة هي هلا سر الشيخ عبد الحميد الفراهي ل برنامج أسمار وأفكاري طبعا بقرا نوسري استفادة اللي بكن عالمة معروفة كتابي زور هي تفسير ولا مباحث كان فأويش أو كتابي هي كمتأخرة عند طبعا بين حتى يعني 1950 ميلادي أو تصد كتابة مان هي ك تايبد من بناوي أصول تفسيري طبعا باش هنجي لمتأخرين لمعاصرين خومان نزيكي 116 مؤلف مان هي بناوي أصول تفسيري 116 مؤلف مان هي لأصول تفسيري وباشتري نشان أو كتابية التحرير في أصول التفسير أو مختصرتي لباب التحرير 5 لابارة 6 لابارة مختصرة كيتي أما خذي كتابك التحرير في أصول التفسير نزيتشي 650 لابارة كتابة زور محررة فعلا محررة وهمان شيء همان مؤلف كتابة كي هي الشيخ مساعد الطيار فصول في أصول التفسير
أو هل لازمني أوسط شازدة مؤلفة بامان شيء طبعا باسي معاصرين لكن لا معاصرين مؤلفات زورة بناوي أصول التفسير والله لا متقدمين هل كتبانه هي كباس مانكر بعد الاستقراء باش قران باش بحث هل عندك كتبانه ما برتساو كتير كباس مانكر كتابش كمان إلى معاصرين الركيزة في أصول التفسير الشيخ محمد الخضيري فك الله أسره أيش بامانشي وكتابة شي متقنة بلا مختصرة هشتا حفتا لها بركة فلبنا دي ما كتابة ما هرب جاردية أو كتابة يعني طايم بلين سيد المؤلفات المعاصرين في علم أصول التفسير وجمع ما قبله يعني طايم بلين أو يكل حسناتكاني شيخ اسلام تيمية رحمة الله ليبيتن لحسنات كتابي مقدمة في أصول التفسير الشيخية أو كتابي كلام دسمان سكا همو فكركي همو تفاصيل كان كواس أجرت الشيخ باسي نكربي لمقدمي أصول التفسير الشيخ اسلام تيمية والله ليركو أنا إشارة بدا ليركو أنا هاتيا نموني له هنايتوا تعزيزي مقدمي الشيخية فخلني وكتابي براستي يعني كتابة شيء زور باستفادة وإن شاء الله متعني استفادة لك شيخ شهيتي شيخ ابن تيمية شيء لبينا سوشاد دامنا بشارة لكم شرحنا كتابة شيء أصول في التفسير شرح الشيء هي شرح ابن تيمية الشيء هي دو شرح هي لسي ابن تيمية يا كان مختصرة يا كان مطولة وكتابة شيء هي هلا أصول تفسير دان لا يخوتي أيش بهمان شو يعني فكرة كان هم محوري شيخ اسلام تيمية ده صورينه أو مؤلفات عنه كهي لدوري دو كتابي ده صورينه التفسير والمفسرون الشيخ محمد حسين الذهبي لقال مقدمي شيخي مقدمي في أصول التفسير الشيخ اسلام تيمية هم مؤلفات معاصرين أوسط شاذ كتابي باس ممكن لا فلاتش أو دو مؤلفي ده صورين استفادة عن لو يكردي أو زي يا موافقين يا مخالفين بلام أو مادة أساسية كي أو دو كتابي كباس ممكن بله فهو بكرت مختصري فصل يكم بود درباري بيناسي أصول تفسيري ودرباري تاريخي أصول تفسيري الفصل الثاني مصادر التفسير. مصادر التفسير هي المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره للقرآن، وهي 4 مصادر كلية: الأول القرآن، الثاني السنة، الثالث اللغة، الرابع المعلومات المتعلقة بالنزول. بله دريتن مصادر التفسير مصادر تفسير تيا أو سرتاوانه كمفسر لقرأته له لكاتي تفسير كرني قرآني، وهي 4 مصادر كلية صار مصدري أساسي مانها. الأول القرآن، الثاني السنة يعني مفسر كاتك تفسيري آيات شدكا كم شدي بقرأته سر قرآني نزاني لقرآني أو معناه إشارة بكرة ياخذ. السنة أحاديث بيغمبر عليه الصلاة والسلام. الثالث اللغة. الرابع المعلومات المتعلقة بالنزول. كذلك المعلومات المتعلقة بالنزول زوجتي دقرتوها، أسباب نزولي دقرتوها، مكي ومدني دقرتوها، يعني أو معلومات عن كتايبة با دابزاني آياتك زاري واهي مكي ومدني تأثير تفسير آياتك شبكاتن وكو زوانا بلا ماكو معنى أو تفسير مثلا تحديدي معنى يعني ما قلت ما تفسير بريتي لبيان ومعنى القرآن مكي مدني هيت ما انت قلنا آتي باسي ولا قال لي زاني ما بس في مكة لما كنا كبولا تعامل ولا قلنا مش كان بس لما جينا يهود منافق وانا بله أما باسي وينا كينكو يعني مثلا مكي مدني ليك جداب كينو أما باسي ويدا كين زاني نيما زين آيات مكية مدينة هيس لو يدقوري لتفسيري أنت ما كان كلامنا كمان ده كان كانونك ما باسكر أو بس قلت ما زين نونش نقول ما زين نونش كهية درباري أوي استوى عبد الله بن السلام مباشرة تأثيري ليك سعيد كر جبير للتحديد كذي معنى آياتك اعتمادي كرتسر أحوال نزولي كأسباب أو كأحوال نزولي فرق إلى أسباب أحوال نزولي قش جيرتله قلت يو آيات مكية ناكرمة أو آيات تفسير كان بعبد الله كريه السلام كلام ديني مسلمان فأحوال نزولي واسمانسيا معناها شيء قشجيرتره لا أسباب نزولي أسباب نزولي شتش تايبتره يعني مثلا يكشتي دقرتوك أو آياتا لتس حالة شي دابزي لتس كاتا شي لتس سياقة شي دابزي والله أحوال نزولي زور شتي دقرتوك
فصل تايبت مان هي كفصل تسارمة لما حثي تسارمة لو فصلي لفصل دوا باسي المعلومات المتعلقة بالنزول لكين ويعتبر تفسير الصحابة مصدرا لمن جاء بعدهم من التابعين، وتفسير التابعين مصدرا لمن جاء بعدهم من أتباع التابعين، وكذا أتباع التابعين لمن جاء بعدهم. وعند هذه الطبقة توقف النقل في التفسير وقل الاجتهاد حتى برز ابن جرير، وتختلف هذه المصادر في مدى اعتماد المفسرين عليها وفي الأكثر استعمالا منها، واللغة أوسع المصادر استعمالا عند السلف وعند من بعدهم. طبعا ده يعتبر طبعا واضح أقول لكم أنا ده تفسير الصحابة سرتساوية له تابعين سرتساوية لمن جاء بعدهم إلى أتباع التابعين، وعنده لسر أو طبقي توقف النقل في التفسير. يعني أقل ما بقرأ نسر أو كتباني كبيدا قلتري التفسير بالمأثور، يعني تفسير نقلي، وجه تفسير ابن أبي حاتمي، وجه تفسير طبري، لسي طبقي نقل لك صحابة تابعين أتباع تابعين. زور دقمنا مثلا طبري ياخذ ابن أبي حاتم، ياخذ مثلا سفياني ثوري ككتابي إلى تفسيري، ياخذ مثلا عبد الرزاق كبشر مصنفي بيوني بتفسيره، أو أنا نقلي تفسيره كان لطبقي شيوخي خوان. يعني نادرة كمثلا طبري تفسيري نقل كالق لما مصطلح كان يخوي تيدانية لبلت تيدانية لبروي لغة عربي حتى طبقي أتباع تابعيني حجة ببي خلاف باشان خلاف لسر أو زال أتات سندي حجة لغة عربي كنجي قورايا كنجي نقورايا ترزيادش شار زاترا لو بابتانا. وتختلف هذه المصادر طبعا أو مصادر أنا كما هيتمان أو كتبانك لتفسير هيتمان جوازيان هي لا أو سرتواني كمثلا تفسير مان هي مثلا تايبة با تفسير كردني قرآني بقرآن. دونمنا تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، أو اختصاصي لو كقرآن بقرآن تفسير كاتب. تفسير مان هي زياتر أول سري يعني كبرين لسري بارزة ولا سري مسيطرة تفسير القرآن بأحاديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم. زياترين تفسيرش ك اهتمام بأحاديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكاية تفسيرك زور اهتمام بأحاديث ده تفسيري بالكثير ابن كثير حتى لا طبري زيادة اهتمام بأحاديث ده هيت ما زيادة اهتمام بلغة ده وجه تفسيري كشافي زمخشري وهكذا. فمصادر كان زياوز أويك اهتمام بلام زيادرين مصدر كبكار بيتن مشترك بلا بينهم تفسير كان دليل تنسى واللغة هي أوسع المصادر استعمالا عند السلف وعند من بعدهم. ونتوقف عند هذا الحد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.